النهارده راوند 37 من كورس بيرسونال براندنج فور اتش ار بروفيشنالز، وهنستخدم فيه اي اي تولز كتير. تعالوا نشوف مع بعض هيحصل ايه. مجرد ما اقول له ستارت هيبدا وسط الزحمه حوالينا بيرسونال براندنج لكل المتخصصين السبيشالست والاكسبرت في اي مجال ما بقاش مجرد اختيار. النهارده كان معانا راوند جديد من المتخصصين في مجال الاتش ار. اتكلمنا في حاجات كتير جدا وعرفنا ليه مهم نبني بيرسونال براندنج النهارده مش بعدين. بدأنا بازاي نحدد نقط التميز والاختلاف عند كل واحد فينا. اما بحقق حاجه بحس ان انا مبسوطه، بعرف اكمل فيها، احس ان انا شخصيه مهمه. فده معناه ان انا بعد شويه هظهر بالونه وفاضيه من جوه. انا عايز اظهر قوه حقيقيه، مش عايز ابقى البالونه المنفوخه. وازاي نعرضها للناس بطرق بسيطه وسريعه. احنا بنبدا كورس البيرسونال براندنج بازاي نعرف نفسنا وقيمنا ونقط قوتنا والحاجات اللي نركز عليها، لان احنا في الاخر مش عايزين نطلع نقول احنا اشطر حد في الدنيا من غير اساس. شرحنا ادوات كتير واساليب تساعدنا في تطوير البراند الشخصي. الفيتور بيتش ده حاجه عشان نعرض نفسنا لو جت عندنا فرصه ان احنا نعرض نفسنا في 30 ثانيه، عشان خاطر يعني امرن نفسي على ان لو اتحطيت في موقف باي اكسيدنت كده ازاي اتصرف فيه. واستخدمنا الاي اي عشان نساعدهم ينجزوا ويوفروا وقتهم. بعد شات جي بي تي بنخليه يعملها بلهجه مصريه. الشات جي بي تي مش هيدينا الحاجه بالصيغه العاديه او اللهجه العاديه الدارجه بتاعتها. شاركنا امثله عمليه كتير وكل متدرب قدر يطبقها بنفسه. هي حاجه مهمه بالذات اليومين دول، بالذات مع انتشار السوشيال ميديا وناس كتير بتماركت لنفسها عن طريق البلاتفورمز المختلفه. ايه هي التولز اللي انت ممكن تقدر تستخدمها، وازاي نقدر نعمل براندنج لنفسينا في حاجه زي كده على السوشيال ميديا. ازاي تعمل ويب سايت لنفسك، ازاي تو براند لنفسك في حاجه معينه. ختمنا اليوم ب3 تاسكس المتدربين هيشاركوها معاكم قريب جدا، وسالتهم عن رايهم في الكورس. السيشن بتاعت النهارده بصراحه كانت فوق الممتازه جدا. كانت مهمه جدا وكانت مفيده. انا شايف انها كانت مهمه جدا. في حاجات كتير قوي محتاجين نشتغل فيها على نفسنا كتير. ومبسوطه ان انا اتعلمت حاجات انا هطبقها على نفسي باذن الله. كويسه جدا، مهمه جدا، ما شفتهاش في حته تانية قبل كده. كمان سالتهم عن اكتر حاجه استفادوا منها. بالنسبه للسيشن بتاعت النهارده هي مفيده جدا في ان احنا عرفنا نعرض نفسنا ازاي نبقى مميزين عن بقيه الناس اللي معانا في نفس المجال. اتعلمت ازاي ابراندنج لنفسي بما ان انا ما اشتغلتش قبل كده، ما عنديش خبره، فعرفت ازاي ابراندنج. ما استفدت جدا واضافت لي حاجات كتير انا ما كانش عندي اي معلومه ولا اي خلفيه عنها. استفدت منها كتير، حاجات كتير جدا، ورتبت لي افكاري. كان في حاجات انا ما اعرفش عنها حاجه. واخيرا سالتهم عن رايهم في اسلوب شرحي. حضرتك 10 من 10 غير موجوده بصراحه. والتواصل في المحاضره كان اكتر من رائع يعني، وكنت خفيفه ولطيفه وكده، يعني مش حد بيجي يقدم ماده علميه بحته وخلاص. وفي التفاعل من حضرتك كان كويس جدا. كانت ممتازه. دكتور مها طبعا حد شاطر جدا في مجاله وبيعرف يوصل المعلومه بطريقه حلوه. لو كنت سبيشالست في اي مجال ومهتم ببيرسونال براندنج تقدر تحجز مكانك في الراوند الجاي من ورشه البيرسونال براندنج للمتخصصين. هسيب لكم لينك الخاص في الكومنتس.